كشفت مصادر مطلعة أن عملية العثور على أموال ضخمة بفيل زين العابدين الحواصي البرلماني السابق ورئيس جماعة حد السوالم تمت ليلة السبت الماضية على الساعة 2 صباحا من طرف المصالح الأمنية المختصة. وجاءت هذه العملية بعد حلول المصالح الأمنية ليلة السبت الماضية على الساعة 2 ليلاً بالفيلا المتواجدة بمنطقة طماريس التابعة ترابياً لجماعة دار بوعزة، حيث أمرت الشرطة زوجة البرلماني بفتح الخزانات المالية الخاصة بزوجها. وأفاد ذات المصدر أن الزوجة رفضت في البداية الاستجابة لطلب العناصر الأمنية، لكن تمت مجابهتها بأمر وكيل الملك، وأن قرار فتح الحزانات سيتم ولو باللجوء إلى تكسيرها في حالة الامتناع ما دفعها للاستجابة والخضوع للأوامر القضائية، حيث كانت المفاجأة الكبرى بعد العثور على مبالغ مالية نقدية قدرت في الوهلة الأولى بمبلغ 17 مليار سنتيم. وحسب ذات المصدر، فالمبلغ الخيالي تم حجزه من طرف الجهات القضائية المعنية التي تباشر التحقيق مع الحواصي، الذي أحيل على سجن عكاشة بعد اعتقاله الثلاثاء الماضي، حيث يتابع بشكاية بلغت 200 أغلبها لمنعشين عقارب ومقاولين من أجل إضافته إلى باقي التهم كملفات اختلاس المال العام والتزوير ورشاوي.